ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني وتدعموني. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل بسكوت البسكريم. هنعمل 30 قطعة من بسكوت البسكريم ببيضة واحدة بس. شايفين ما شاء الله كل الكمية دي هنعملها ببيضة واحدة بس. شايفين شكل لونها ما شاء الله من فوق ومن تحت زي الجاهزة واحلى كمان. شايفين قد ايه بتفرق معايا والبسكوتة ناعمة. عندنا المقادير بتاعتنا بيضة عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وعندنا نص كوب من السكر، وعندنا ربع كوب من الزيت، وربع كوب من السمنة، والسمنة تكون ساقعة. ممكن نستبدل عادي الزيت يكون بسمنة، وممكن نستبدل السمنة بزيت. المقدار هيكون نص كوب، يعني ربع كوب زيت وربع كوب من السمنة. ممكن نخليها زيت نص كوب، وممكن نخليها سمنة نص كوب، اللي بتفضله. بالاتنين تنفع. عندنا 2 معلقة كبيرة من النشا، وعندنا كوب ونص من الدقيق هنكون نخلينه، وهنحط عليه رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب السكر والبيضة والسمنة مع بعض، وبعد كده هنضيف النشا، وبعد كده هنضيف الدقيق. هنسيب 2 معلقة كبيرة من الدقيق. في الاخر كده هقسم العجينة، هاخد نصها اضيف ليها معلقة كبيرة من الدقيق على العجينة دي، والعجينة التانية برضو هضيف ليها معلقة كبيرة من الدقيق على معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. هقلب كده الكاكاو في قلب العجينة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ اخد كل قطعة من العجينة وابدأ اكورها كده لحد ما اخلص العجينة كلها. الكرة دي حجمها بيكون صغير جدا، قد حجم البندقة، اصغر منها كمان، مش بتكون حجم البندقة، بتكون اصغر منها. ببدأ اشكل الكور دي كده، واخد 3 كرات من العجينة البني و3 كرات من العجينة البيضاء، وببدأ ألمهم على بعض واضغط عليهم ضغطة بسيطة بين ايديا واكورها علشان تديني شكل بسكوت البسكريم زي ما انتوا شايفين كده. بضغط عليها ضغطة بسيطة وببدأ اكورها بين ايديا، وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تسيبوها على نفس الشكل اللي انا بعمله في قلب الطبق كده زي ما انتوا شايفين، 3 كرات و3 كرات، وتلموهم على بعض وتضغطوها ضغطة بسيطة، وتبقى شكلها برضو كده حلو. بس انا حبيت اللي انا اخليها شكل البسكريم بالظبط. ببدأ اللي انا احطها كده في الصينية، وابعد كل واحدة عن التانية. لازما اسيب مسافة بين كل واحدة علشان لما بتدخل الفرن بتبدأ ان هي تنفش معايا وحجمها بيزيد. زي ما انتوا شايفين طريقة التشكيل سهلة وبسيطة خالص، وبمقادير سهلة وبسيطة هتعملي أحلى بسكوت بسكريم في قلب البيت، وأنضف وأحلى بكتير من اللي بتشتريه. بعد كده عندنا الفرن بتاعنا شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 170. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. أول لما هتاخد لون ذهبي بسيط من تحت هفتح عليها الشواية آخر دقيقتين بالظبط، وبسيبها الشواية مفتوحة عليها على نفس الرف اللي في النص اللي تحت، مش بقرب الصينية لفوق. شايفين ما شاء الله بتقعد في الفرن حوالي من 20 دقيقة ل25 دقيقة. شايفين شكل البسكويت ما شاء الله طعمه حلو قوي وأحلى من الجاهز بكتير. وهتعملي أكبر كمية ببيضة واحدة بس. شايفين لونها وشكلها ما شاء الله زي الجاهزة وأحلى كمان. بجد الأطفال هتحبه جدا ومش هتبطلوا اللي انتوا تعملوه، واستحالة تشتروه من بره تاني. شايفين شكل قلبها من جوه